يسعد أوقاتكم من مطبخ هنوتي. برحب فيكم من نام كنتوا عم تتابعوني. اليوم رح نحضر مع بعض محشي الفلافل الرومية. محشي كله لذاذة، محشي بالدجاج والبشاميل، إن شاء الله تنال إعجابكم. وهلأ بنروح للتحضير. للمكونات بحتاج عندي هون كيلو من صدر الدجاج مقطع لمكعبات صغيرة، بصلة حجم وسط كمان مقطعة لمكعبات صغيرة، جبنة شدر هي اختيارية، البهارات رح حطها. عندي هون الأوريجانو، زهرة الأوريجانو، ملعقة طعام صغيرة من بودرة الثوم، ملعقة طعام صغيرة من الكاري، نصف ملعقة صغيرة من الهال، ونصف ملعقة صغيرة من 7 بهارات، وملح حسب الرغبة. وهون بحتاج لكيلو من الفلفل الألوان، الفلفل الرومي. طبعا هيدا الشي اختياري، ممكن تختاروا الخضرة بس يعني وتعملوا، ما في مشكلة. هلا الخطوة الأولى رح أعملها، رح أحمص الدجاج، بعد ما حضيف البصل والبهارات. هلا بمقلي غميقة على الغاز هضيف فوقها نصف ملعقة سمنة، حاستناها لحتى تحمى معي، وبعد منها حضيف الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا الدجاج هون تقريبا استوى معنا، هلا حضيف البصل واستمر بالتحريك. هلا البصلة هيك كمان بعد ما دبلت معنا، هلا حضيف البهارات. هلا هيك صارت جاهزة معنا، رح اتركهم بس دقيقة على الغاز ياخدوا نكهة البهارات، وبعد منها بيكونوا جاهزين. بعتذر على الأصوات اللي عم تيجي من الخارج. هلا هيك صاروا جاهزين معنا، هلا بنروح لتحضير البشاميل. هلا بالنسبة للبشاميل، في كثير من السيدات بتعرف طريقة تحضيره، أنا هلا عم حضره للأشخاص اللي ما بيعرفوا. ممكن أنتوا تتخطوا هي المرحلة. بنفس المقلية اللي عملنا فيها الدجاج حطيت معلقتين كبار من الزبدة، عفوا، ما يعادل 50 غرام. هلا حضيف فوقهم كمان ملعقتين طعام من الطحين. أنا عم حضر هون كمية لنص لتر من الحليب. هلا رح ضل حمص الطحين لحتى يتغير معي لونه ويصير لونه أشقر.
هلا هيك مثل ما شايفين تغير معي اللون. هلا حضيف الحليب مع استمرار التحريك. بسم الله الرحمن الرحيم. حليب ما يعادل كاستين كبار. هضيف فوقهم ملعقة طعام من الجبنة الكريمية ما يعادل مثلثين. بس يسمك معي القوام حضيف فوقه نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو ورشة فلفل أبيض. هلا بالنسبة للفلافلة، هلا هي صار كل شي جاهز معنا. هلا آخر خطوة هي الفلافلة. بس هيك بنحاول ننزل شوي تحت العقب، نفتحها هيك بهذا الشكل ونشيلهم لهدول للبذور. كتير سهلة يعني، ما بدها شي أبدا. هي كمان نفس الشكل. نحاول ما كتير ننزل لتحت مشان نقدر نحشيها قد ما فينا. بهيدا الشكل. هلا بقي الخطوة الأخيرة إنه نحشيها. أول شي رح أشيل هدول هيك مثل ما مستفين مشان ما أضيع أنا وحدة. شوفوا هي مثلا حاولت أنا أطلع لفوق كتير، قام خربت معي بهيدا الشكل. مشان هيك نحن قدر المستطاع نحاول ننزل شوي تحت الهب. مو مشكلة بس ما بتأثر يعني. حطهم على جنب وبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي رح أحط طبقة دجاج، بعدين بشاميل، دجاج بشاميل هيك لحتى تتعبى معي، وآخر شي بحط جبنة الشيدر فوق على الوش. هلا هيك صاروا جاهزين معنا حتى يدخلوا الفرن. مثل ما شفتوا حطيت دجاج بشاميل، دجاج بشاميل، واخر شي حطيت جبنة شيدر وغطيتهم بهيدا الشكل. هلا اخر شي حغلفهم بالسلوفان ودخلهم الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. اول شي رح خليهم نص ساعة مغطيين بالسلوفان، بعد منه حشيل السلوفان واتركهم لحتى يتحمروا معي. تقريبا بياخدوا 10 دقايق معي، لاني تقريبا عفوا يعني هي الدجاج كله مستوي جاهز، بس بدنا الفلفلة تنشوى معنا. هي النتيجة النهائية لمحشي الفليفلة، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم.
بتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد فضلا وليس أمرا.